رائعة من ملعب البيت واللي يحتضن مباراة اليوم. أسعد بصحبتكم من كابينة التعليق. والجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم، مباراة تستحق المشاهدة والمتابعة. نتحدث هنا عن مباراة مرتقبة بعد أن خسر كلا الفريقين في المباراة الأولى. تأتي هذه المواجهة بينهما كفرصة لمصالحة الجماهير والعودة إلى طريق التنافس للوصول إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم. ساديو ماني، اسماعيل سار، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، والهدف الأول يأتي. كريستيانو رونالدو يتقدم لفريقه ويشعل الأجواء. شوف الإعادة، انطلق لوحده، لم يتمكن أحد من إيقافه، استغل المساحات، سجل بمجهود فردي. يا سلام على هذا الهدف. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. شيخو كوياتي عند الكرة في مكان خطير، فرصة من جديد لكرة التعادل. أوهو، استعادوها في الوقت المناسب. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. ركلة حرة لمنتخب البرتغال. كرة بتلعب قصيرة. برونو فرنانديز، اوتافيو، روبن نيفيز، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد، راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. اسماعيل سار، شيخو كوياتي، ولا يوديا. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. رائع في قراءة الفريق الخصم. الصافرة الآن تعلن انتهاء شوط اللقاء الأول. ضربة بداية الشوط الثاني من مباراة دور المجموعات لبطولة كأس العالم. تقدم للأمام من كريستيانو رونالدو. برونو فرنانديز، كرة خطيرة عن فرنانديز. اوهو، في الوقت المناسب خلص الكرة الماضية. اسماعيل سار، نامبريس مندي، كرة متاحة للتسجيل. تدخل حاسم في المكان المناسب. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. كريستيانو رونالدو، روبن نيفيز، كريستيانو، استخلاص صراع الكرة وإيقاف الهجمة. برناردو سيلفا، رافائيل لياو، يتقدم بالكرة، راح فيها. يا الله، ضاعت الفرصة، كانت قريبة جدا. نعم، وصل للكرة، شوف الضربة الرأسية لكن لم ينجح في وضع الكرة داخل الشباك. شيخو كوياتي، تمريرات بهدوء بعرض الملعب، فرصة للتعادل الآن. يا رباه، لم تنتهي بعد، لم يرفعوا المنديل، يسجلون التعادل. الله على هذه العودة، الله على هذه الروح. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. كرة تصل لجواو فيليكس، فرصة للتقدم
يستمر التعادل الآن، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. صافرة نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين. هذه الأمور تحدث في كرة القدم، درس مهم جدا للفريق، لا بد من التركيز حتى النهاية. هدف التعادل اليوم